اهلا بيكم في مطبخ حاجه حلوه. النهارده حبيت احكي لكم تجربتي في ماركت كازيون والعروض اللي كان عاملها في اخر السنه. لو اول مره تشوفوني فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. يلا بينا بسرعه اقول لكم على العروض اللي كان كازيون عاملها وازاي قدرت استفيد منها ووفرت كتير قوي باستخدام منتجات مختلفه والبدايل الكويسه ليها. اول حاجة دلوقتي الزيت. طبعا الزيت بقى غالي جدا دلوقتي، فانا استبدلت زيت كريستال بزيت سلايد بتاع عباد الشمس. دي 2 كيلو وربع. ال2 كيلو وربع دول كانوا ب125 جنيه، يعني تقريبا اللتر فيها واقف ب55 جنيه. في حين ان انت لو هتجيبي اي ازازة عباد شمس هتجيبيها بتتراوح ما بين 63 و65 جنيه لو هتجيبي يعني نوع نظيف زي كريستال. فانا شايفة ان دي كانت عرض كويس وكان موفر جدا بالنسبة لي. دي اول حاجة انا قدرت اوفر فيها من خلال ماركت كازيون. تاني حاجة طبعا البامبرز، واحنا عارفين الورقيات قد ايه غليت، والحفاضات بتاعت البيبيهات غليت قوي قوي الفترة الاخيرة. دي انا لما سألت عليها وجبتها اخر مرة كنت جايباها ب245 جنيه. لقيت عليها عرض هناك في كازيون وجبتها ب180 جنيه بس. دي مقاس 5 وفيها 58 قطعة، يعني غير كمان الحاجات اللي موجودة دلوقتي اللي هي بتكون 56 قطعة بس. تعالوا بقى نفتح واقول لكم على برضو حاجات تانية استفدت من العروض فيها. ده دقيق احلى، اسمه احلى دقيق. ده الكيلو فيه ب17 جنيه 75 قرش. ده دقيق متعدد الاستخدام، كويس جدا ونظيف. انا بستعمله في الكيكات وبيطلعها معايا كويسة جدا. ده بديل من بدايل الدقيق اللي ارخص شوية، وكان برضو عليها عروض هناك. وبرضو لقيت فيه هناك نوع دقيق كده اسمه العراف، قلت اجربه. ده دقيق حلو جدا برضو، وقلت نجربه كده واشوف وضعه هيبقى ايه. ده مكتوب عليه ان هو بتاع الكحك والبسكوت، فقلت نجربه. ده برضو كان الكيلو ب17 جنيه 75 قرش. بالنسبة للرز، كان في رز هناك اسمه اسيا. انا لقيت الكيلو منه ب15 جنيه، فقلت اجربه. هو كان انا شايفاه ان هو رز كويس ونوعية نظيفة، فقلت برضو اجربه لان لقيت فيه الكيلو ب15 جنيه. وانا طبعا ده انا بجيب كيلو الرز ممكن يوصل ل20 و22 جنيه كمان، فقلت اجرب ده وقلت برضو افيدكم بتجربتي معاه. انا جبت منه 4 اكياس على اساس ان ايه اجرب فيه يعني واشوفه كويس او لا. برضو من الحاجات اللي لقيتها ارخص هناك من بره معجون السنان. معجون السنان دي انا بجيبها من بره ب25 جنيه، انا جبتها من هناك ب20 بس، فطبعا وفرت معايا. والبيروسول بتتباع بره دلوقتي ب30 جنيه، دلوقتي انا جبتها من هناك ب26. برضو هناك المنظفات عليها عروض حلوة قوي قوي. انا جبت الباكت المناديل دي سوفت روز 550 منديل. انا بجيبها من بره من 20 ل22، انا جبتها من هناك ب18. والصابون دي 5 صابونات فاكس بريحة الليمون، وفي هناك بقى تلاقوا ورد وتلاقوا فواكه. دول 5 صابونات وب15 جنيه بس، وريحتها حلوة جدا. لقيت برضو هناك عرض حلو قوي بالنسبة للكلوروكس. طبعا الكلور غالي جدا، الالوان والابيض. انا لقيت هناك العرض ده، يعني انا دلوقتي كنت بجيب الكلوروكس الازازة دي ب17 جنيه الابيض اللي هي اللتر. دلوقتي انا جبت ازازة وجبت معاها غيار لتر برضو، ده بيتحط في الازازة بعد ما بتفضى. انا جبت العرض كله على بعضه ب18 جنيه. والبرسيل اللي هو للغسالات الفوق اوتوماتيك، ده كيلو و350 جرام. ده لقيت عليه وفر 10 جنيه عن بره، يعني انا بجيبه من بره ب50، انا جبته ب40 من هناك لانه عليه تخفيض. برضو جبت من هناك طبعا حلاوة رشيد الميزان، وحتى الحلاوة السايبة دلوقتي بقت غالية جدا. انا لقيت هناك حلاوة البوادي، دي حلاوة طحينية سادة جميلة جدا. دي كيلو
لقيت الكيلو هناك ب60 جنيه. طبعا هيوفر معايا مش اقل من 10 جنيه توفير. نيجي بقى للمكرونات. انا لقيت هناك لسان عصفور اسمه خطيرة، بس الحقيقة ما لقيتش غير اللسان العصفور. يعني انتوا لو لقيتوا بقى في الفرع اللي هتروحوه شعرية مثلا او مكرونة، هو ممتاز جدا كنوع. الكيس من ده ب4 جنيه 75 قرش 400 جرام. يعني شايفين 400 جرام وب4 جنيه 75 قرش. احنا اصلا بنجيب ال400 جرام ده ب9 جنيه دلوقتي، مثلا زي حوا والملكة بنجيبهم ب9 جنيه. ده اهو ب5 جنيه الا ربع و400 جرام. برضو لقيت هناك مكرونة اسمها مكروني. المكرونة دي 350 جرام. الكيس منها ب6 جنيه. دي حلوة جدا. انا جربتها قبل كده، ما بتعجنش وما بتنشيش جامد، حلوة جدا في السلق وفي التحمير. فبرضو جبت منها لانها ارخص بكتير من المنتجات التانية اللي موجودة. نيجي بقى هنا. طبعا شاي العروسة احنا عارفين قد ايه غلي الفترة الاخيرة. انا لقيت هناك الباكيت ال40 جرام ده لقيته عادي بالسعر القديم اللي هو 5 جنيه. فطبعا جبت منه كذا واحدة عليه عروض، بس يعني ايه هما ما بيضربوش على الفاتورة غير 2 بس. فانتوا لو حابين كمية اكتر ممكن تضربوها على فاتورة تانية. دي جبنة دومتي نباتي الدهن اللي هي الزرقاء. انا بحبها عن اللي هي لونها فضي شوية، بتبقى طعمها احلى واطرى. دي انا بجيبها من بره دلوقتي ب28 جنيه. انا جبتها من عندهم ب24. طبعا وفرت برضو معايا 4 جنيه. ودي جبنة اسمها لمدي، انا لقيتها عندهم. دي برضو جبنة نباتي الدهن اسطنبولي، وفي منها فتة وفي منها بالزيتون. انا قلت اجربها، بس هي ب10 جنيه بس. فانا قلت اجربها لاني اول مرة اسمع الاسم بتاعها. هجربها واقول لكم في الفيديوهات بعد كده ان الجبنة دي طلعت حلوة ولا لا. ودي جبنة طعمة مثلثات. انا لقيتها هناك ال8 قطع ب14 جنيه بس. ومرقة الدجاج ماجي هناك برضو كان عليها عرض. دي 12 مكعب لقيتهم ب7 جنيه ونص بس هناك. طبعا احنا من بره بنجيب ال12 مكعب دول ب12 جنيه. لا انا لقيتها دي هناك لقيتها ب7 جنيه ونص برضو، وفرت معايا. ودي بقى بقية المكرونات اللي انا جبتها من مكرونة مكروني دي. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو معانا. انزلوا ماركت كازيون وشوفوا العروض الجديدة اللي موجودة فيه. هستناكم تعلقولي بأي كومنت لو في أي حاجة حابين تسألوا عليها. لو الفيديو عجبكم دوسوا شير ولايك واشتركوا في القناة، وما تنسوش تقولوا لأصحابكم على القناة. مع السلامة.